تمرين سميث ماشين ريفرس لانج، التمارين اللي بيستهدف عضلات الجلوتس مقارنه ببعض التمارين، وطبقتها على عملاء بنات اكتر من 40 بنت. قسمتهم لمجموعتين اتنين، حطيت لمجموعه سميث لانجز مع بعض التمارين، وحطيت لمجموعه تمارين بالكيبل، وكانت النتائج زياده اكبر في مقاسات الجلوتيوس اكتر من المجموعه اللي كانت بتعتمد على الكيبل. قبل ما نشرح التمرين بتاعنا، تعال اول نعرف تشريح عضلات الجلوتيوس بشكل عام بدون ما نخش في تفاصيل كتير. هنروح على البوستيريور هيد فيو، هنلاقي عندنا السوبرفيشال جلوتيوس ماكسيموس، العضله الاكبر للجلوتس والاكثر وضوحا واللي بتحدد معظم عضلات الجلوتس. بعد كده عندنا جلوتيوس ميديوس وجلوتيوس مينيموس. اما وظيفه عضلات الجلوتس او الفانكشن هي extension, abduction, rotation of the thigh at the hip joint, stabilize the pelvic. يبقى العضلات ديت مهمه جدا لاسفل الظهر، مش شكلا فقط بالنسبه للبنات، يعني لازم الراجل يهتم بيها لانها عضلات مهمه جدا لتقويه اسفل الظهر والتوازن. وفوائد تانية مش هتكلم فيها. استهداف العضلات بيكون عن طريقتين اتنين، حاجه اسمها vertical وحاجه اسمها horizontal. والتمرين بتاعنا سميث ماشين ريفرس لانجز، التمرين بتاعنا بيكون في وضعيه vertical hip extension. وهتيجي معلومه مهمه جدا في نهايه الفيديو بمليون جنيه. بس الاول نتكلم عن الاداء الصحيح. هو نفس اداء تمرين السكوات، لازم تشوفي فيديو السكوات علشان مهم جدا. هنحط البار على الابر باك والترابيز، نتجنب عظمه الرقبه علشان ما يحصلش اصابه ويبقى في حمل كبير على الرقبه ونشتكي منها بعد. هنقرب ايدينا كويس جدا علشان يحصل تنشن للابر باك وظهر يكون مشدود ويبقى في اريحيه اكتر، خصوصا للبنت تقدر تضم ايديها اكتر من اللازم لان بيكون عندها فلكسبيليتي اكتر من الراجل. قدم الرجل في النزول بتكون وضعيه ثابته، ونخلي في حاجه اسمها جراب ذا فلور، يعني بنستخدم صابع الرجل الكبير وصابع الرجل الصغير وكعب الرجل مع تقريجه صغيره علشان نحافظ على ثبات الرجل الاماميه، لان مصدر البوش كله بيبقى جاي منها والثبات كله بيبقى جاي منها. الركبه على خط واحد مع قدم الرجل الاماميه، معلومه مهمه جدا علشان نستهدف عضلات الجلوتس سواء في التمرين ده او في التمارين التانية. لازم تكون الركبه مع قصبه الرجل بشكل عمودي على القدم بالشكل ده. هنعمل سلايت لين شويه علشان نركز اكتر على عضلات الجلوتس، يعني نخلي التورسو بتاعنا فيه انحناء بسيط. في التمرين ده بيكون في امكانيه ان احنا نعلي الوزن بتاعنا، فما تخافيش انك تزودي وزن في التمرين. بعض العملاء معايا بيوصلوا ان هم يحطوا 150 كيلو في التمرين ده. هننزل بركبتنا لورا ونخليها تكاد تلمس الارض، واحنا بنطلع هنحاول نخلي مشط الرجل بتاع الرجل اللي بتتحرك تلامس الارض قصاد الرجل الاماميه، يعني سلايد تاتش، ونرجع تاني نعمل نفس الاداء. اما المعلومه المهمه اللي قلت لك عليها هو ان الجلوتس بتبقى محتاجه 36 مجموعه في الاسبوع علشان يحصل لها بيجر جرو، يعني عشان يبقى في مؤخره كبيره او يبقى في زياده لعضلات الجلوتس لازم نتمرنها 36 مجموعه، وهتكلم عنها في فيديو مخصوص مهم جدا بالنسبه للبنات علشان ندي البنات حقها شويه، ومش كل الفيديوز تكون موجهه للشباب، خصوصا ان انا واخد من ناسا وومن فيتنس ترينر وجلوتس فيتنس ترينر بارت، علشان كده لازم نهتم بالفيديوهات الجايه. ولو انت استفدت او انت استفدت من الفيديو ده، ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل لي سوبر سيت لايف كومنت، مش خساره فيا.